صباح الجمال وصباح الفل وصباح أصوات الطيور الجميلة، صباح الدفء وصباح الريف المصري. هنعمل مع بعض العيش البلدي النهاردة بطريقة سهلة وبسيطة جدا على طريقتنا احنا أو طريقة بلدنا. طبعا كل بلد ولها طريقتها في الريف المصري. هيكون معانا ناجح ان شاء الله بالطريقة دي. نعمله من البداية، وهنعمل كمان معاه الرنجة والبطاطا والحاجات الجميلة دي. أول حاجة معايا حوالي 6 كيلو من الطحين الأبيض، طحين متعدد الاستعمال، يعني طحين قمح. ضفنا عليه حوالي معلقتين كبار ملح ومعلقتين كبار سكر ومعلقتين كبار خميرة. بعد كده هنبدأ نقلب السكر والدقيق والملح والخميرة مع بعض. هنفتح فتحة في النص كده وهنبدأ نضيف مية شوية شوية على حسب احتياج العجين معانا. نضيف مية ونلم كده شوية شوية. المية عادية فترة، يعني في الشتاء بتكون فترة، وفي الصيف بتكون من الحنفية عادي علشان الخميرة تتفاعل معانا. المية طبعا حسب احتياج العجين، مقدرش اقول كمية معينة، يعني كل دقيق حسب احتياجه للمية. هنلم كل الدقيق اللي تحت ده. هنبدأ بقى نعجن كده. هنضيف برضو شوية مية صغيرين ونلم. نفضل نعجن كده لحد ما كل الدقيق يختفي معانا والعجينة تتلت كويس، والطبق يكون نضيف، وايدينا كمان تكون نظيفة، ميكونش العجين ملزق فيها بالشكل ده. مفيش احلى من الريف المصري طبعا، والصباح الجميل ده مع اصوات الطيور كده، والبيت يكون كده مليان بركة. طبعا بعد ما نخلصه عجن بنغطيه ونشيله في مكان دافي لحد ما حجمه يتضاعف. ولو في الصيف طبعا مش محتاج مكان دافي عشان الدنيا بتكون حر اصلا. اختمار العجين اخد معانا ساعة ونص بالظبط. اول ما بيتضاعف حجمه بنبدأ نقطعه ونخبز على طول. نبدأ من اول حاجة قطعناها. نفضل نعجن بالطريقة دي لحد ما ايدينا تنضف خالص، والطبق كمان اللي احنا بنعجن فيه يكون نضيف. والعجينة ما بتكونش طرية خالص ولا بتكون يابسة خالص، تكون وسط كده. خلصناها بالطريقة دي، وهنحط على وشها زيت عشان ما تنشفش، ونغطيها بكيس وبعد كده بقماشة. اخدت حوالي ساعة ونص في مكان دافي، واختمرت بالشكل ده وتضاعف حجمها. هنبدأ بقى نقطعها على لوح التقطيع بالشكل ده. عملنا اللوح حوالي 50 رغيف، ويتبقى معانا الكمية دي من العجين. هنكملها تقطيع بس لما اللوح يفضل معانا شوية. نبدأ هي أول حاجة نخبزها، أول حاجة احنا قطعناها عشان تكون استريحت كويس وتكون معانا ناجحة معانا في الفرن. نبدأ بقى نفرد كده بالشكل ده بالبطاطس الصغير، وبعد كده نبدأ بالنشابة لحد ما نكبر الرغيف ونرقه خالص. نشقه بالسكينة، وبعد كده نلفه على النشاب وندخله الفرن. ما شاء الله عليه في الفرن، منتفخ وجميل خالص، وده يدل على ان العجينة اختمرت كويس وان هي اتخدمت كويس في العجن. هنعمل معاكم كمان واحد. هنفرده كده بالبطاط زي ما اتفقنا شوية صغيرة، بعد كده بالنشابة نفرد نكمل لحد ما الرغيف يكبر معانا. اهم حاجة النار تكون من تحت ومن فوق
علشان خاطر الرغيف يطلع معانا بسرعة من الفرن وما ينشفش. ممكن نعمله في الفرن الغاز طبعا، اهم حاجة النار تكون معانا عالية بالشكل ده علشان ينتفخ معانا. لو احنا حابينه ناشف ومنتفخ زي ما هو كده، هنطلعه من الفرن على صينية على طول ونسيبه من غير ما نغطيه علشان نعمل منه الفتة. نبدأ بقى نعمل أرغفة صغننة كده أو بكاكين يعني. نبدأ برضو نخبزهم بالشكل ده. أول ما النار تعلى من فوق بينتفخوا بسرعة كده وبياخدوا لون وبنطلعهم على طول، وبنغطيه برضو عشان وشه ما ينشفش. ودي مكنسة مخصصة للفرن. بين كل واحد رغيف والتاني كده بننضف الفرن علشان خاطر ما يلوث الرغيف اللي هنحط فيه بعدين. ايوه بالشكل ده. بعد كده بقى هنحط بطاطا واي حاجة احنا عايزينها ورا الخبيز كده عشان البيت يكون مليان دفء وبركة كده. على ما البطاطا تستوي هنجهز بقى جنب منه غدوة حلوة كده بالعيش السخن الدافي كده في الشتا دي. روعة، احلى غدوة معانا الرنجة طبعا برضو هنسويها في الفرن بعد ما خرجنا البطاطا. الله على جمالها مع العيش السخن كده مع شطة مشوية كله بالليمون كده، وبابا غنوج وخضرة وبطاطس مقلية وليمون خللناه وجبنة حادقة برضو خللناها. أتمنى الفيديو يعجبكم وأشوفكم على خير بفيديو جديد. سلام.